السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهاردة هنعمل مع بعض المحشي زي ما انتوا شايفين كده، محشي الكرنب. ينفع في رمضان وينفع ناكله في اي وقت، وحلاوته طبعا في الجو اللي احنا فيه ده وفي البرد. ويبقى حلو طبعا جدا في رمضان، لان رمضان السنة دي ان شاء الله جاي في الشتاء. يعني هيبقى يعتبر لسه في الشتاء، وهيبقى مناسب جدًا، جدًا حتى لو عملناه كل أسبوع. يعني ما فيش أحلى من الكرنب. أول حاجة هنا معايا كرنباية صغيرة على قدنا، لأن اللي هياكلها فردين بس. الكرنباية دي أنا باشيل منها كل الورق الأخضر اللي بيبقى موجود حواليها، اللي هو زي ده كده، وباشيله وبارميه، وباطلّع ورقتين بس باسيبهم عشان أحطهم في الحلة من تحت قبل ما أحشي. وبابدأ إن أنا أنضّف الكرنباية من فوق. دي طريقتي في تنضيف الكرنب، أو إن أنا إزاي أسلقها بطريقة صح أو طريقة كويسة. بابدأ إن أنا أطلّع اللي هو الراس بتاعتها من فوق دي. باعمل بالسكينة كده حواليها، باعملها فراغات حواليها لحد ما أقدر إن أنا أشيلها. زي ما أنتم شايفين كده هاقطع بالسكينة من حواليها، وبعدين أحاول إن أنا أقطعها وأرفعها معايا لحد ما تطلع. دي طريقة حلوة علشان تسلقي، يعني تسلقي الكرنب بسهولة، يعني بدل ما تقعدي تطلعي ورقة ورقة وتقطعيه والكلام ده كله. لأ، دي طريقة حلوة أوي، وهتخليكِ كمان يعني ورقة الكرنباية تطلع لِك سليمة كلها مرة واحدة زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. الورقة هتطلع لِك كاملة كلها، تقدري بقى تقطعيها الحجم اللي يناسبِك، كبيرة صغيرة زي ما يعجبِك. بتنضفيها كده من جوه، وبتطلعي برضو ايه الحاجات الناشفة اللي ما ينفعش ان هي تتسلق دي. هشيلها كلها كده، وبعدين هوريكم بعد كده هنعمل ايه في الكرنباية وهنسلقها ازاي. طبعا هو كده لسه فيه ورق اخضر، بس هو الورق ده كان متعلق في اللي هي الراس بتاعتها، فانا لما شلت الراس هشيله بقى معايا. هجيب هنا كده معايا حلة على النار، حاطة فيها مية مغلية، بس ما تمليهاش مية عشان لما تحط فيها الكرنباية المية دي هتطلع بره. هنحط هنا نص معلقة كده من الملح، مش هنزود علشان احنا لسه هنحط في الخلطة ملح، مش عايزين الورق يبقى فيه ملح كتير. وهنحط معلقة كمون، بتدي برضو لون حلو للورق، وبتخلي نكهته حلوة. فبنعمل ايه؟ بنحط الملح والكمون نص معلقة ونص معلقة. بعد كده بشيل الورق اللي قلت لكم اللي هو كان متعلق الاخضر ده، وبحط الورق الابيض ده بس. لو عايزة تسلقي كمان شوية ورق اخضر بتسلقي، مفيش مشكلة. انا هنا هاسيبها بقى لحد ما تاخد غلوة كده، بس يعني مفيش دقيقتين. وهتقومي جايبة ماسك زي ما انتوا شايفين كده، وهتبدأي تشيلي الورقة، هتلاقيها بتطلع معاكي بمنتهى السهولة. أول ما هتمسكي طرفها هتلاقي الورقة بتطلع منك كده بمنتهى السهولة. هتشدي وهتحطي على طول في قلب الطبق بتاعك. بصوا، أول ما هتمسكيها هتلاقيها طلعت معاكي، أحسن ما تقعدي تقطعي والورق يتهرى منك وما تعرفيش تطلعيه. لا، شيلي الورقة وسيبيه بعد ما يبرد، وبعد كده قطعيه براحتك. ده هنا بقى كده كل الورق بتاعي بعد ما سلقته زي ما انتوا شايفين كده، الورق يعني مسلوق نص سلقة. انا بحبه كده افضل. زي ما انتوا شايفين الورقة ماسكة نفسها، هي مش بمسكها في ايدي بتتقطع ولا حاجة، الورقة اهي زي ما انتوا شايفين. ده كله ورق اخضر. الورق الابيض طبعا تحت، انا سلقت شوية ورق اخضر برضو علشان يعني مش اخضر قوي، اللي هو الورق اللي هو بيبقى لونه ابيض مخضر شوية ده، يعني لا اخضر ولا ابيض. الورق ده برضو بيبقى طعمه حلو في الكرنب. هاشيل بقى العنقود اللي هو اللي في النُص الخشن ده. دي طريقتي في تقطيع الكرنب. باعمل إيه؟ باجيب الورقة باشيل منها العنقود ده، وبعدين بافتحها وباقطّعها بالحجم اللي أنا عايزاه. بافتح الورقة بقى معايا باقطّعها زي ما أنا عايزة. أنا هاسيب دول كده على جنب وهارجع تاني أقسمهم. يعني أنا باشيل بس العناقيد وباضبّطها، وبعد كده باضبّط بقى حجم الورق اللي أنا عايزاه زي ما أنا عايزة. وممكن أضبّطه كمان، وأنا يعني لو أنا جيت في إيدي ورقة كده وأنا باحشي لقيتها كبيرة باقسمها عادي جدًا. هي الخطوة بس المهمة في اللي أنا باعمله ده، اللي أنا باشيل العنقود ده وبارميه، وبانضّف الورقة من أي حاجة تمنعها إن هي تتحشى. بعد كده بتقطّعي بقى إيه معاكِ الورق لأحجام صغيرة زي ما أنتِ عايزة. دي في كذا طريقة، ممكن تعملي كده، وممكن تعملي برضه إنِّك إيه، تشيلي العنقود وترصصي الورق كله. يعني تشيلي العناقيد وترصصي الورق كله فوق بعضه، وبعد كده تبدأي تقطعيه بحيث ان الورق يطلع
متساوي والورق كله قد بعض وكل ورقة في الكرنب قد التانية. بس يعني الطريقة دي يعني ما يعني هو حلاوة الكرنب في ان هو يكون آه، شكله يعني مفيش ورقة فيه قد التانية او كده، بحس ان هو يعني لا الورق المرصوص كله جنب بعضه ده يعني عمري بصراحة ما عملتها وحسيت بطعمه قد ما بيكون الورق معمول عشوائي كده ومتقطع عشوائي وبيبقى ألذ بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده بقطع كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وببدأ ان انا ارصصها فوق بعضها. وبفضل ان الورق اللي لونه اخضر ده شوية بيتحط تحت في قعر الحلة، علشان ده بيبقى محتاج سوى اكتر من الورق الابيض. الورق الابيض ده بيبقى السوى بتاعه سهل ويعني هيستوي بسرعة. هقطع بقى كده كل الكمية، هقطعها كلها وهشيل العنقود ده. هعمل كده كله، هعمل في كل الكرنبايه كده. عايزه اقول لكم ان الطريقه، بصوا انا هي عملت زي ما انا قلت لكم، حطيت الورق فوق بعضه وبتقطعيه بقى ايه بالحجم اللي انت عايزاه، يعني رصصته وقطعته عشان اعملهم قد بعض. ممكن تعملي عشوائي وممكن ترصيه فوق بعض وعادي جدا على حسب ما انت عايزه. هتيجي تبصي تلاقي نفسك قطعتي الكرنبايه بسهوله جدا يعني بمنتهى السهوله بصراحه وبسرعه جدا. معايا هنا الحله هحط فيها شويه من الزيت كده زي ما انتوا شايفين، هحط حبه زيت حلوين. بعد ما باضيف الزيت أنا ما بافضّلش هنا إن أنا أحط أي مواد دهنية تانية غير الزيت، لإن هنحطها بس يعني في الآخر، بتدّيها طعم ونكهة أفضل يعني. معايا هنا فصّين توم، دي اختيارية مش إجبارية، بس أنا باحب أحط فيها توم أوي. ومعايا بصل، باجيب مثلًا 3 بصلات كده كبار برضه على حسب الكمية اللي هتعمليها. بصل أبيض بقى على بصل أحمر، بصل أحمر بس يعني زي ما تحبي يعني، بس هو البصل الأحمر لازم يكون موجود فيها، لأن البصل الأحمر طبعًا نكهته يعني أعلى بكتير جدًا من البصل الأبيض. بتقلبي فيه كده لحد ما يدّي كده لون دهبي ويتحمر شوية، وبعدين بانزل عليه ببقية الحاجات بتاعتي. طبعًا في ناس بتعمل خلطة المحشي كلّه ني في ني، بس أنا بافضّل إن أنا يعني إيه، أعملها كده بتدّي طعم أحلى بصراحة من الني في ني. تمام، بعد كده بقى بعد ما باحس إن خلاص، باقوم جايبة بقى صلصة طماطم. صلصة الطماطم عبارة عن طماطم بس، وباضربها في الخلاط مثلًا بربع كوباية مَيّة، عشان تطلع معايا تقيلة جدًا ما تبقاش خفيفة. باقلّبها كده بالبصلة بفصّين التوم، ما تكتّريش توم عشان طعمه ما يبقاش ظاهر أوي في الكرنب. وباسيبها بقى تتسبِّك براحتها خالص مع البهارات اللي هنحطها. والبهارات اللي هنحطها هنا هي نفس البهارات اللي هتتحط في الآخر بنفس الكمية بالضبط. حطينا ملح وحطينا الكمون، وهنحط فلفل حبّة قليلين ما نكتّرش، وهنحط بابريكا. كل دي معالق صغيّرة، يعني معلقة صغيّرة من كل حاجة. كزبرة ناشفة. وبعدين هنحط معانا كمان توابل المحشي. توابل المحشي دي تقدري تجيبيها من عند أي عطار، بتدّي نكهة حلوة أوي، ممكن تستغني عنها لو مش عندِك عادي جدًا. بس هي بتدّي نكهة حلوة وبتدّي ريحة يعني ريحة المحشي بتبقى يعني تحفة أوي بصراحة. بنقلّب كده خالص التوابل مع الصلصة، وبنسيبها بقى تتسبِّك براحتها خالص على نار هادية. كل ما النار كانت هادية وكل ما كانت الصلصة أخدت وقتها على النار والتسبيكة أخدت وقتها، كل ما يبقى الطعم أحلى بكتير. هنغطّي عليها ونسيبها حوالي نُص ساعة. هنرجع بقى تاني هنا معايا ورق الكرنب كله أنا قطّعته، ومعايا هنا الخلطة أهي. هاكمّلها بقى معايا هنا 3 كوبايات كده من الرز. تمام. الرز أول ما بينزل بتحسّي إن هو قليل، ولكن أنا ما باحبش أكتّر رز في المحشي أوي، لإن باحب إن تكون الصلصة كتيرة وباينة فيه. دي بتفرق أوي، أوي في المحشي. أكتر حاجة تكون في الخلطة بتاعة المحشي بتاعتِك إن تكون الطماطم أكتر. زي ما أنتم شايفين كده، هو أول ما ينزل بس بتحسّي إن هو قليلة، وبعد كده هتقلّبي دلوقتي هتلاقي الرز يعني إيه، نفش معاكِ، لإن هو طبعًا الصلصة سخنة، بس مش سخنة أوي. يعني اوعي تحطّي الخضرة والصلصة سخنة، بتسيبيها تبرد شوية، هو بس مطلّعة بخار لإن أنا باقلّب، لكن هي كانت بردت. وتحطّي حزمة كزبرة وشبت وبقدونس.
متقطعين طبعا مغسولين كويس جدا، وبنحطهم زي ما انتوا شايفين هنا الرز ظهر اهو ان هو ايه، كميته حلوه مش قليله. بنحط بقى الملح تاني، والفلفل برضو والبابريكا واللي احنا حطيناه ده كله تاني بنحطه. بس هنا بقى مفضلش انك تحطي كمون، يعني هنا بلاش تحطي كمون علشان ما يمررش ويبقى كتير في الاكل. وهتحطي برضو توابل المحشي، وهتحطي الكزبره برضو الناشفه، وكده خلاص. هتقلبي بقى كل التوابل دي مع الخلطه. تمام زي ما انتوا شايفين، بصوا الرز ظهر اهو، بس انا بحب الخلطه تبقى ايه، يعني الميه فيها كده. شايفين الصلصه عامله ازاي؟ لازم الصلصه تبقى عامله كده. دي بتفرق قوي 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 في سوي المحشي، وفي ان هو يبقى عامل زي الزبده كده، يعني انت بتاكليه بيدوب في البق، ما يبقاش خشن وماسكاه كده تحسي ان هو كبير ومكتل، لا. الخطوه دي بقى بتخلي طعم المحشي جميل جدا، وبالذات للناس اللي بتحب ورق العنب. هتجيبي ليمونتين وهتعصريهم على المحشي، على خلطه المحشي، بتدي للمحشي مزازه فوق الوصف، جميله جدا. والناس اللي ما بتحبش حموضه برضو طماطم، ممكن تحط في قلب الخلطه دي، تحط نص معلقه سكر عشان تضيع الحموضه لو انتي الحموضه عندك عاليه. هنعصر الليمونتين كده، وهنقلب بقى الخلطة دي كلها، وهنبدأ نحشي مع بعض، وهقول لكم هنحشي ازاي وهنعمل ايه. وبجد الطريقة دي يعني لو اتبعتوها، عايزة تزودي خضرة كمان زودي، على فكرة الخضرة والطماطم اكتر الحاجات ان لو زادت في المحشي بتخليه احلى مش اوحش، لكن ما تكتريش رز، يعني ما انصحكيش انك تكتري رز. خلاص بصوا زي ما انتم شايفين اهو الرز كتر ازاي، يعني محدش يقول ان هو قليل، لا، يعني كمية الرز حلوة جدا بالنسبة اللي انا عايزة اقول لكم ان هو فاض كمان، يعني انا بعد ما حشيت فاض رز من الكرنباية دي. بجيب بقى عندي هنا زي ما انا قلت لكم ان انا سايبه ورقتين كده يتحطوا تحت، مع ان الحله دي جرانيت، يعني المفترض ان هو ما يلزقش، بس علشان انا لو عليت النار او النار علت من غير ما اقصد وحصل حاجه، ما الحبه اللي تحت دول ما يشيطوش، يعني يبقى في حاجه تحت ما تحرقليش المحشي اللي تحت. ممكن ترصصي تحت برضو خضار، ممكن ترصصي تحت طماطم او بصل، بلاش تحطي بطاطس. جربت قبل كده ان انا احط بطاطس، البطاطس بتدي طعم كده مش حلو للمحشي، بتخلي طعمه بحس ان انا باكل بطاطس، ما بقاش محشي. لكن ممكن تحطي ايه خلي نكهته حلوه جدا، البصل يخلي نكهته حلوه قوي، ممكن تحطي تحت بصل. بنحط كده كميه مناسبه من الخلطه. تمام. وبنبدا ان احنا نلف ونرصص. في بقى طريقه للترصيص اصلا وانتي بترصصي المحشي في الحله، ما ينفعش تحطي المحشي الصوابع كلها جنب بعضها، ما ينفعش ترصصيهم. مثلا انا عملت اول طبقه في الحله من تحت بالطول، ارجع اعمل اللي فوقيها بالطول، لا. كده انتي بتمنعي البخار الميه ان هو يوصل للمحشي من تحت. فالمحشي انتي بتحطي الميه عليه من فوق، يا اما هيستوي من فوق يا اما هيستوي من تحت، هيستوي من ناحيه واحده، مش كل حله المحشي هتستوي معاكي. فلا، هتحطي المحشي طبقات، يعني هترصصي اول ورقه اهي مثلا بالطول، بعد كده هتحطي بالعرض، تخلي فيه فراغات بين كل طبقه محشي، علشان الميه اللي هتحطيها او الشوربه اللي هتحطيها او ايا كان تفضل تنزل معاكي تحت، والمحشي يستوى من اول ورقه لحد تحت، لحد اخر ورقه تحت خالص. برصص معاكم كل الكميه كده زي ما انتوا شايفين. تمام. وعلى فكره الحاجات اللي بتقع في الحله دي، الطماطم والرز والحاجات دي اللي بتقع في الحله دي، يعني انا ببقى قصدي اصلا ان انا اعمل كده، لان دي بتخلي الكرنب من بره كده ليه طعم وليه لون حلو، يعني بتخلي لونه احمر من بره كده وطعمه جميل. فلو وقع منك الصلصه في قلب الحله بتاعت اللي بتحشي فيها المحشي، ده عادي جدا، ده طبيعي يعني يا جماعه، ما يعني انك تعمليه اصلا ورق، كل ورقه قد بعضها وترصصيه والكلام ده كله. آم، بحس ان مش ده المحشي اللي احنا متعودين عليه اللي امهاتنا بتعمله. لا، المحشي اللي امهاتنا بتعمله لازم يكون بالطريقه دي، لازم تبقى الصلصه كده مغرقه الدنيا في المحشي والصلصه طالعه والرز طالع بره الكرنب،
دي الطريقة يعني دي أصلا لاحظت إن دي التريكات اللي بتخلي طعم المحشي وطعم الكرنب من بره جميل جدا. وجربوا بجد الليمون ده، الليمون بيفرق قوي 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 في طعم المحشي. ممكن كمان تحطي معاه نعناع، انا ما رضيتش ان انا احط نعناع في المره دي لان انا بحط دايما، بس عملته المره دي من غير نعناع. ممكن تحطي كده ربع معلقه نعناع في قلب الخلطه، مش بيبان خالص طعمه ان هو نعناع، بس بيدي برضو نكهه حلوه قوي. في اضافات كده بتتحط في الاكل بتدي طعم جميل جدا. في ناس بقى بتحب المحشي يكون دسم، بتحب ان هي تضيف ليه مادة دهنية، او ان هي تحسي وانت بتاكلي المحشي كده تحسي ان هو معمول في دهون. تحسي ان انت مثلا عاملاه المحشي حاطه فيه دهنة او حاطه فيه حاجة. لا، انا بقى هقول لكم النهارده على حاجة هتعملوها تحسي ان انت بتاكلي المحشي، انت حاشية المحشي اصلا، هتحسي ان المحشي في قلبه لحمة، وهتحسي ان اللحمة دي كمان دسمة. ايه بقى هي الخطوة اللي هتعمليها؟ هقولك. هتجيبي مكعبين من الزبدة يكونوا كبار، وهتحطيهم على المقلاية، وهتسيبيهم لما يسيحوا خالص ويدوب السمنة تدوب خالص أو الزبدة أفضل طبعا بكتير. دي كانت شوربة لحمة، أنا كنت عاملة جنب المحشي لحمة، دي شوربة لحمة. تمام. باخد كده 3 كده من المغرفة، وبكب عليها 3. وباخد شوية من الصلصة دي، طبعا أنا قلتلكوا إن الصلصة اللي بتبقى فوق الوش دي بتخلي المحشي من فوق بيبقى لونه كده محمر، وبتخلي السوا بتاعته برضو بيبقى جميلة جدا، وبتخلي طعم الكرنب كده من بره جميل. فبناخد شوية من الصلصة أو شوية من الخلطة كده بنحطهم فوق الوش، وطبعا ما بتأثرش في حاجة، يعني احنا هنحط دلوقتي عليهم شوية شوربة. لو هم ما نزلوش معاكي لوحدهم بنوزعها كده بشوية شوربة. أهم حاجة الشوربة بتكون ما بتعلاش عن المحشي، يعني بتكون أقل كده من آخر طبقة محشي زي ما انتوا شايفين كده، علشان برضو ايه المحشي ما يسيحش معاكي قوي والكرنب ما يفكش. بنعمل كده. وفي بقى حاجة تانية بقى اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي بقى بتخلي المحشي يجنن. شايفين الزبدة بعد ما سيحتها بنزل عليها بوش المحشي كده، وبتفضل تنزل تحت زي ما انتوا شايفين كده، لان انا حاطه المحشي ايه مش مرصصه طبقات فوق بعضه، لا انا حاطه يعني عكس عكاز كده. الزبدة بتفضل تنزل، وده شكله في الاخر بعد ما اخد على النار حوالي تقريبا 3/4 ساعة، يعني ساعة الا ربع. بصوا المحشي عامل ازاي وهو سخن كده وجميل جدا، وشايفين الدخان طالع منه ازاي، شايفين كان احمر جدا من جوه، والسوا بتاعته طعم بصراحة طعمه كان خطير. والزبدة مخليه طعمه تحفة جدا ودسم. المحشي ده لو فضلت تعمليه في رمضان كل يوم مش هتزهقي منه طبعا، وبالذات ان رمضان السنة دي جاي في الشتاء. عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم في المحشي بتاعي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.